أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. في عالم كرة القدم، إيه اللي بيفرق بين اللاعب العادي واللاعب النجم؟ أكيد مش ساعات التدريب أو المهارات بس، في سلاح سري تاني. بنتكلم عن الوقود اللي بيشغل المكنة دي كلها. يعني إيه اللي بيخلي لاعب معين في حتة تانية خالص؟ هل هي مجرد موهبة فطرية ولا التمرين الشاق اللي ما بينتهيش؟ الحقيقة إن الإجابة أعمق من كده بكتير. الإجابة زي ما كل خبراء الأداء البدني بيأكدوا، هي الوقود اللي بيدخل جسم اللاعب. الأكل والشرب اللي بيختاره هو اللي بيترجم في النهاية للأداء الخارق اللي بنشوفه في الملعب. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. التغذية هي حجر الأساس، هي السلاح السري اللي بيدي أفضلية حقيقية في الملعب، وأهميتها مش بتقل أبداً عن أهمية أي تمرين أو خطة لعب. أول وأهم حاجة هي وقود ما قبل المباراة، وهنا بقى كلمة السر هي التوقيت. مش بس المهم اللاعب بياكل إيه، الأهم بياكله إمتى. ده اللي بيحدد هل هيبدأ الماتش وطاقته 100% ولا لأ. ولما بنقول وقود، احنا بنقصد بشكل أساسي الكربوهيدرات. دي تعتبر البنزين بتاع العربية، المصدر الأساسي والأكثر كفاءة للطاقة في رياضة محتاجة مجهود عالي ومتفجر زي الكورة. طيب، إيه هي خطة التوقيت المثالية؟ الموضوع متقسم على 3 خطوات ذكية. أولاً، قبل الماتش ب3 أو 4 ساعات دي الوجبة الرئيسية، ودي بتعتمد على كربوهيدرات معقدة عشان تدي طاقة مستمرة. ثانياً، قبلها بساعة أو ساعتين وجبة خفيفة سهلة الهضم عشان تكمل مخزون الطاقة من غير أي تقل. وأخيراً، قبل الماتش بنص ساعة التركيز بيتحول بالكامل للترطيب عشان الجسم يكون جاهز. وبالنسبة للأمثلة العملية فالاختيارات كتير ومتاحة. يعني طبق شوفان بالموز هيدي طاقة بطيئة الامتصاص. الفراخ المشوية مع البطاطا الحلوة بتجمع بين البروتين الخفيف والكربوهيدرات. الهدف دايماً هو الحصول على الطاقة المطلوبة من غير أي إحساس بالتقل في الملعب. خلص الشوط الأول ونيجي لوقت مهم جدا لكن كتير بيتجاهلوا، فترة بين الشوطين. ال15 دقيقة دي فعلا ممكن تغير نتيجة الماتش لو تم استغلالها صح في إعادة الشحن. الهدف بين الشوطين بسيط ومباشر: تعويض السوائل اللي الجسم فقدتها، وإعطاء الجسم دفعة سريعة من الطاقة عن طريق كربوهيدرات سهلة الامتصاص. ده أكيد مش وقت وجبة كاملة خالص. الاختيارات الذكية هنا بتركز على السرعة، يعني المشروبات الرياضية بتعوض الإملاح، شرايح البرتقان أو نص موزة بتدي سكر طبيعي سريع. كلها حلول مصممة عشان توصل الطاقة للدم فوراً عشان اللاعب يقدر يكمل الشوط التاني بنفس قوة. الماتش انتهى، لكن المهمة لسه ما خلصتش. هنا بتبدأ مرحلة من أهم مراحل التغذية، وهي فترة الاستشفاء الذهبية. دي الفترة اللي الجسم بيبني فيها نفسه من جديد عشان يكون أقوى للماتش اللي جاي. يعني إيه الفترة الذهبية دي؟ دي أول 30 ل 60 دقيقة بعد المجهود. في الوقت ده الجسم بيكون عامل زي الإسفنجة، مستعد يمتص أي عناصر غذائية تديها له بأقصى سرعة وكفاءة عشان يبدأ عملية إصلاح العضلات. وهنا نقطة مهمة جدا عشان توضح الفرق. قبل الماتش الهدف هو التزويد بالوقود، يعني كربوهيدرات عشان الطاقة. لكن بعد الماتش الهدف هو الإصلاح وإعادة التزويد، يعني محتاجين بروتين عشان نصلح العضلات مع كربوهيدرات عشان نملى مخازن الطاقة اللي فضيت. العلم ورا عملية الاستشفاء دي ممكن يتلخص في نسبة بسيطة: 4:1. دي النسبة المثالية للكربوهيدرات قصاد البروتين. يعني لكل جرام بروتين الجسم بيحتاج حوالي 4 جرام كربوهيدرات عشان يحقق أفضل استشفاء ممكن. طيب، إيه الأكلات اللي بتحقق المعادلة دي؟ الأمثلة كتير ومتاحة. اللبن بالشوكولاتة مثلا يعتبر اختيار مثالي ومفضل عند رياضيين كتير، لأنه بيحتوي بشكل طبيعي على النسبة الذهبية دي. خيارات تانية ممتازة زي بروتين شيك مع فاكهة، أو وجبة متكاملة زي الفراخ المشوية مع الكينوا. تمام، كده لمينا كل حاجة. خلينا نلخص الخطة الكاملة دي في شكل خطة لعب بسيطة وواضحة عشان يوم الماتش. خطة اللعب بسيطة جدا. قبل الماتش بنركز على توقيت الكربوهيدرات عشان طاقة مستمرة. أثناء الماتش وتحديدا بين الشوطين الأولوية للسوائل والكربوهيدرات السريعة. بعد الماتش لازم نستغل فترة الاستشفاء بوجبة فيها نسبة 4:1 كربوهيدرات لبروتين. والقاعدة الذهبية دايما: شرب المياه مهم طول اليوم مش بس وقت الماتش. ويبقى السؤال الأهم: هل خطة التغذية دي جاهزة للمباراة الجاية؟ لأن في النهاية الفوز بيبدأ من المطبخ.
وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.